طيب وانت بتتعرض لمواد ترفيهية كتير في يومك، افلام ومسلسلات وكل ما يتعلق بالجانب ده، بتيجي فترة كده ويبقى صعب انك تنبهر. مقدار الفضول اللي بتوجهه لأي عمل بيبقى شوية محدود، ومهما كانت جودة العمل فيبقى غالبا انت شفت زيه قبل كده. عشان كده من وجهة نظري التطور الطبيعي لأي حد بيحب الافلام انه يدور في الاعمال الاجنبية، اقصد الغير ناطقة بالانجليزية، يمكن لغرض وحيد بس، وهو انك تشوف حاجة جديدة تتحدى عقلك. لكن بعيدا عن الاعمال الاجنبية وافكارها الكتير المتشعبة اللي ممكن تخلي ناس كتير يبعدوا عنها، ممكن يصادف الحظ كده في غفلة من الزمن وتلاقي العمل اللي يرجع لك الشغف تاني ويخليك محبوس معاه في دايرة من الفضول اللامتناهي علشان تتابع قصته. والمسلسل اللي هتكلم عنه النهاردة كان هو العمل ده بالنسبة لي. كلامي النهاردة عن أحدث إنتاجات أبل تي في والمسلسل صاحب الانترو الأفضل في 2024، دارك ماتر. فلو مهتم الأول أهلا بيك، أنا محمود ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. المراجعة دي صعبة جدا، لازم متعمقش بزيادة في أي تفاصيل. أوكي، المسلسل بيحكي عن إيه؟ طيب، دارك ماتر بيحكي عن جيسون، أستاذ فيزياء في أحد الجامعات. في واحدة من الليالي المظلمة بيقابل شخص مقنع بيضربه وبيفقده الوعي، ولما بيصحى بيلاقي نفسه في عالم موازي للعالم بتاعه، في نفس الناس بس الشخصيات بتاعتهم نوعا ما مختلفة. فاكرين بقى الشخص اللي ضرب جيسون ده؟ هذا الشخص هو جيسون آخر قرر انه يسرق مكان النسخة اللي ضربها، وبننطلق بقى في رحلة غريبة مع الاتنين جيسون. واحد بيحاول يرجع للعالم بتاعه، والتاني بيحاول يكمل الحاجات اللي شايف ان هي ناقصة. فكرت كتير ابدا كلام عن المسلسل ده منين، لانه اولا انا عندي كلام كتير قوي وكله مدح في المسلسل وقصته وفلسفته، بس لقيت انه انسب طريقه ان ابدا بالكلام على لاين من اجمل ما سمعت السنه دي في المسلسل، وكان على لسان بطل قصتنا بيتكلم فيه عن الكمال وعن سعيه الدائم للوصول ليه، واقتناعه ان الوجهه اللي الحياه بتمشي ناحيتها. لكن بعد مروره بتفاصيل الرحله بيلاقي نفسه مقتنع انه مفهوم الكمال واسع جدا، وان حياتنا بكل ما فيها من قصور وتشوقات هي كمان بتشكل مفهوم من مفاهيم الكمال. لو حاولت الخص المسلسل ده بيتكلم عن ايه، فهو بيتكلم عن اختياراتنا وازاي بتأثر علينا، بيناقش سعينا الحتمي لبلوغ القمة واختلال معنى السعادة في لحظة الوصول ليها. اول بيتكلم عن مدى تقصيرنا احنا كبشر في حق كل اللي حوالينا بما فيهم نفسنا، بالشكل اللي بيخلينا ما ناخدش بالنا غير في اللحظة اللي بندرك فيها قسوة الخسارة لما بنتحط قدام حتمية انه احنا مش هنشوفهم تاني. وقبل طبعا كل الفلسفة دي هو بيتكلم عن المالتيفيرس او العوالم المتعددة. فكرة العوالم المتعددة ما تعتبرش مفهوم جديد علينا، وأكيد مش مفهوم جديد على عالم السينما اللي فيها أفلام بتتناول الفكرة ديت من قديم الأزل. يمكن أقدم فيلم أقدر أفتكره وناقش الفكرة دي كان It's a Wonderful Life، الفيلم اللي لازم أعيده بداية كل سنة. وبعدين المفهوم ده تم إعادة إحيائه مرة تانية من خلال عالم مارفل اللي بلغ ذروته بشكل استثنائي ومميز جدا في أفلام السبايدر فيرس. وأكيد مش هننسى فيلم Everything Everywhere All at Once اللي قدم منظوره المجنون للفكرة، وده انعكس بشكل كبير على انطباعي مع أول حلقتين، لاني كنت شايف انه الفكره ممتعه، بس انا عرفت احنا رايحين فين من اول لحظه، وشفت زي ده كتير قبل كده. لكن ده كله تقريبا بيتغير مع النهايه الرهيبه والمفاجاه بتاعت الحلقه الثانيه. عارفين القاسم المشترك بين كل الافلام اللي اتكلمت على المالتيفيرس ايه؟ هي انها اتعاملت مع النتيجه بدون محاوله لتفسير الاسباب. في كل فيلم من الافلام دي فكره المالتيفيرس هي محرك للحبكه ومش القصه الاساسيه. التركيز على لحظات الجنون والفوضى الناتجه عن الفكره كان اهم من طرح الفكره ذات نفسها. في دارك ماتر بقى احنا بنتكلم عن الفكره بشكل مجرد تماما، بناخد وقتنا قوي في شرحها والتعمق في تفاصيلها، وبيطرح النظريه بتاعته بشكل سوليد جدا. طبعا اكيد في شويه وقعات في النص هنا وهناك، بس اوفر اول شرح الفكره ذات نفسها بيفتح قدام المسلسل اولا وعقلك ثانيا ابواب لا متناهيه من الاسئله والافكار الشاطحه والخيال اللي في الاطار ده، والاطار ده لوحده بتبقى منطقيه. وعشان ما اعديش على النقطه ديت بسرعه، فانا مش بنفي عن المسلسل الجنون والفوضى، لانه بكل تاكيد المرحله دي احنا بنوصل لها في وقت ما، لكن وصولنا ليها بيبقى اكتر صدمه وتاثير لاننا بناخد وقتنا كويس في البناء دي. You built the box. Behind every door in there is a version of your life that you could have lived. لكن رجوعا لنقطة الأسئلة اللي بيجبرك المسلسل إنك تطرحها، فده هياخدنا لنقطة قوة عايز أتكلم فيها كتير، وهي النظام في السرد. هو المسلسل بيتكلم عن فوضى العوالم المتوازية، بس هو أبعد ما يكون عن العبثية والفوضى. بأسلوب كتابي ساحر هو بيوجه عقلك حرفيا بشكل إرادي للطريق اللي عايز يمشي فيه، بيخليك تسأل الأسئلة اللي هو محضر إجابات عليها من غير ما يسمح بالخروج بره الإطار ده. وده شيء المسلسل بيوفق فيه جدا، لأن الإطار اللي بتدور فيه أحداثنا واسع قوي، وده بيحافظ قوي على نقطتين، وهما الغموض والفضول
الفضول، الغموض اللي مش حاد قوي، لا الاحداث عاديه وهاديه بس لسه الغموض موجود ومحسوس ومش بيختفي لحظه، والفضول الناتج عن الوعي بمقدار المعلومات اللي بتقدم كل حلقه بشكل لا هو كتير قوي فيبقى صعب معاه الاستيعاب، ولا هو قليل قوي بشكل يخليك منتظر مثلا الحلقه الاخيره علشان تفهم كل حاجه. باختصار توازن بين بساطه السرد وتعقيد الفكره. والنظام ده بيمتد كمان علشان يشمل تصنيف المسلسل اللي هو دراما وخيال علمي. المسلسل اكيد خيال علمي في المقام الاول، زي ما قلت بيقدم نظرياته بشكل سوليد جدا وعنده جانب فلسفي من اجمل ما يمكن، وده مشمول في رحله الشخصيتين اللي هما في الاساس شخص واحد، لكن كل واحد اختار اختيار معين في لحظه خلى حياته تمشي في اتجاه مختلف عن التاني. وخلينا علشان ما نتوهش نسمي جيسون اللي اتخطف بجيسون الطيب واللي سرق العالم بجيسون الشرير. في فتره من الزمن حسيت ان رحله جيسون الطيب في الرجوع للعالم بتاعه مثيره للاهتمام اكتر من تاقلم جيسون الشرير مع العالم اللي اصبح دخيل عليه، وده مبرر جدا. جيسون الطيب هو اللي بيختبر تجارب كتير في عوالم مختلفه، بين اللي اتدمرت ومبقاش ليها وجود، وبين اللي وصلت لاقصى مراحل التطور والتقدم، وبين اللي سيطر عليها وباء قاتل. وفي الشق بتاعه بنبدا نفهم اسس شرح المسلسل لنظريه العوالم المتعدده، لكن كمان رحله جيسون الشرير لا تقل اثاره. وهنا نتكلم بقى عن جانب الدراما. زي ما جانب الخيال العلمي بياخد حقه، فالمسلسل كان عنده وقت كمان للاهتمام بخلق دراما قويه بين شخصياته اللي ممكن يتشابهوا في الشكل، لكن كل واحد منهم عنده شخصيته المختلفه تماما عن التاني. بين اللي اتفقنا انه جيسون الطيب واطلقت عليه الاسم ده علشان هو كده حرفيا الشخص اللي عايش في اقصى درجات السلام والبعد عن المشاكل، حياه روتينيه جدا وفيها كتير من النواقص، لكن بيعوض ده باهتمامه بعيلته الصغيره. بنشوفه في اول حلقه بيرفض عرض ممكن ينقل حياته لمكان تاني بس علشان ما يسيبش عيلته، وصولا بقى للتحول اللي بيطرأ على حياته اللي بيحرمه منهم، وطريقه تعامله مع الحياه الجديده اللي بتفرض عليه، والمواجهات اللي بيتحط فيها مع مخاوفه. وعلى الجانب الاخر عندنا جيسون الشرير، الشخصيه الاكثر اثاره للاهتمام لانها بتجسد مفهوم الرغبه اللي جوانا للوصول للكمال. شخص وصل لدرجه من درجات الانانيه انه عايز يحصل على كل حاجه، بيفهم السعاده بشكل غلط وبالتالي بتختفي من حياته. والعلاقات بقى اللي بتنشأ بين الشخصيات على مدار الرحله اللي بيشترك فيها زوجة جيسون دانييلا باشكالها المختلفه عبر العوالم المتعدده، واللي لوحدها بتشكل النسبه الاكبر من اسباب صراع المسلسل. والدراما القويه دي هي مفتاح ورا الفضول في انتظار المواجهه الحتميه الاخيره، وطبقاتها المتشابكه بتخليك بعيد كل البعد عن توقع النهايه دي. ومدى البساطه في السرد مكمل كمان في اسلوب الاخراج اللي كان ظاهر طبعا في شويه اوقات ان الميزانيه ما ساعدتوش في الخروج باكتر صوره مبهره، لكن البساطه دي كانت بتساعد جدا في عدم التشتت وسط خطوط القصه، وخصوصا في اخر حلقتين اللي بدون الاخراج العبقري كان ممكن تبقى عبثيه وبلا معنى. وعجبني قوي الطريقه اللي بينبهك بيها احنا موجودين في اي عالم او مع انهي جيسون من الاثنين من خلال الصوت المميز بتاع الانتقال بين العالمين، واللي ما كانش له لازمه شويه قدام روعه التمثيل خصوصا من بطلنا جول ادجرتون، اللي من جمال تجسيده انا حرفيا حسيت انهم شخصيتين مختلفين عن بعض وانه مش ممثل واحد بس اللي بيقدمهم. وطبعا الرهيبه جينيفر كونلي اللي عندها مجموعه مشاهد تمثيليه رائعه، لكن بشكل عام كان وجودها لوحده كافي قوي انه يخليني اتفهم ليه هي السبب الرئيسي للصراع. عموما انا راضي بشكل كبير جدا على المسلسل وحقيقي استمتعت بيه، وكل حماس للمواسم الجايه اللي معرفش هتبقى موجوده ولا لا لان النهايه بتوحي بالاحتمالين، لكن اتمنى لو في مواسم جايه تكون فيها شويه ضخامه على مستوى الميزانيه علشان تسمح لنا نشوف العالم ده بشكل اوسع ويعرف يواكب فكره الفوضى بتاعه العوالم المتعدده. وتقييم المسلسل دارك ماتر هو 9/10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، اتمنى تكونوا استمتعتوا وشاركوني برايكم عن المسلسل لو شفتوه، وفي تصنيف الاعمال اللي بتتكلم عن العوالم المتعدده المسلسل ده ياخد الترتيب رقم كام في قائمتكم. بالنسبه لي بينافس بالتاكيد على المركز الاول. واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبه للافلام اللي بشوفها، الرابط كلها تحت الفيديو. انا محمود.